طبعا يعني احنا اتكلمنا يمكن على المعلومه حضرتك بتاكد عليها دكتور محمد دي في حلقه سابقه، فكره الشفاء من السكري، وان فعلا دلوقتي دوليا وعالميا بقى في نسب شفاء. ايوه علاج معتمد طبعا، علاج جراحي للسكري من النوع الثاني. احنا هنا مش بنقول على فكره العمليه بذاتها او نوع العمليه ذاتها، ولكن بنقول الفكره نفسها طبعا. او ان انت بتتابع مع طبيب السكر واللي بيوجهك ان انت مناسب ليك تبتدي تتوجه للطبيب الجراح لتعالج السمنه عشان السكر يخف، بالذات لو كان ده في الفتره الاولى من التشخيص زي ما احنا بناكد. وحضرتك يمكن برضو المريض هنا مذكورا قال تقريبا مده كان حوالي من 5 6 سنوات تقريبا كان متشخص ان هو سكري. فكل ما بنتشخص بدري وكل ما الطبيب المعالج طبعا بالتنسيق مع الفريق المعالج بيحط الاختيار لحضرتك ان انت مفروض تتوجه عشان تتخلص من السمنه اللي هي سبب، كل ما نسب الشفاء من السكر. وطبعا هنبعد بقى عن كل مشاكل السكر والمضاعفات والسايد افكت بتاع العلاجات والكلام ده والادويه. وفي نقطه مهمه جدا، يعني سالنا استاذ عاطف قال لك انا عمري 50 سنه. ف 50 سنه الناس بتفتكر ان خلاص انا 50 سنه. لا دي حاجه جميله، دي احلى حاجه هو قالها فعلا. بالعكس ده مش مانع خالص، احنا لغايه 60 سنه بنعمل العمليات بتاعتنا ما دام المريض بتاعنا فت ده امان، ده بيدي فعلا ده بيحسن اللايف ستايل بتاعه وبيحسن الكواليتي اوف لايف. يعني دايما بقول كده ال 10 كيلو زياده بسنه صح في عمرك، فانت وكل جرام بتفقده بيرجعك 10 سنين. بالظبط، ده حقيقي. هو دلوقتي بيتكلم بيقول لك، يعني هو كان بيمازح وبيقول كلام ظريف كده، طب دي حقيقي، هو حاسس فعلا ان هو صحته افضل. هو حاسس هو كل ده يعني انطباع ان احنا يعني فهمنا منه ان هو حاسس ان هو صحته افضل، وهو رجع بقى يعني رجع شباب زي ما بيقول، رجع شباب زي ما بيقول. فطبعا ده مهم جدا، وبنقول للناس ما تخافش، بنختار العمليه الصح، بنتابع صح. نسبة النجاح بتاعت العملية بتاعتنا فوق ال 95 و 96%، وده كلام الجايد لاينز العالمية. واحنا في مصر ما نقلش أي حاجة عن بره، في مصر بنعمل كل حاجة بأحسن التقنيات زينا زي بره بالظبط. بالعكس الناس بتيجي تتعالج عندنا من بره، وعندنا سياحة علاجية كبيرة في موضوع جراحات السمنة. فبنقول للناس كلها ما تخافش، الموضوع بسيط. عملنا أنا شخصيا عملت عيانين سعوديين كتير جدا بيجي يعمل عملية بعد 5 6 أيام بيسافر، نطمن عليه يركب الطيارة ويسافر، وبنفضل متابعينه طبعا أونلاين. فبنقول للناس ما تخافوش، احنا عندنا تول دلوقتي او وسيله من الوسائل، عندنا اسلحه نقدر نقاوم بيها السكري. بالظبط. طيب احنا طبعا يا دكتور محمد بنشكر حضرتك جدا جدا على النصايح الجميله والثقه في اداء العمليات دي، بيدي مرضانا نوع من انواع الامل الجديد والحياه الجديده زي ما حضرتك قلت. ويمكن مداخله استاذ عاطف كانت كلها امل وحيويه، ويمكن باين في صوته حقيقي ودي حاجه جميله جدا. هو يعني حد متحمس للخطوه اللي هو عملها، وسعيد ان هو يعني بيسافر وبيروح وبيتحرك وبيروح شغله من غير ما هو يمسك معاه الانسولين. احنا بنأكد تاني لحضراتكم ان احنا في عندنا طرق للتعامل مع السكري بالذات من النوع الثاني. زي ما قلنا في الأول بيبقى فيه خطط علاجية مع طبيبك بيبقى هدفها في الأول وفي الآخر نزول الوزن، سواء كان ده عن طريق الأدوية أو العقاقير. بعض الأدوية يمكن كان في بعض الحلقات كان في معانا برضو بطلة من الأبطال اللي هي مشيت على أحد البروتوكولات الدوائية وخفت من السكر. احنا دايما بنقول ان كل شخص له الباترون بتاعه أو البدلة بتاعته. أستاذ عاطف مثلا نسبته عملية التكميم والحمد لله قدر ان هو يتخلص من عبء الحقن ومن عبء الأدوية بتاعة السكري والوزن، العبء اللي هو الوزن. حد آخر ممكن يكون الطبيب بتاعه اختار له عملية تحويل المسار زي ما دكتور محمد فعلا تفضل وقال. فهي الفكرة ان انت لازم تتابع سكرك، لازم تعرف ايه المناسب ليك، ومفيش خوف لا من العمليات الجراحية ولا من ان انت تتكلم مع الجراح بتاعك وتعرف منه انسب حاجة ليك ايه. وعلى فكرة دايما احنا بنقول احنا فريق، يعني حضراتكم معانا كده حالا ان احنا دلوقتي بيجي لنا عيانين يعني مرضى سمنه ومرضى سكر متحولين من دكاتره البطنه. هو شاف خلاص ان هو بالظبط احنا بنكمل بعض صح. هو خلاص لو الادويه مش عارفه تجيب نتيجه كويسه فبنعمل الجراحه وبنرجع العيان تاني للطبيب الباطني بتاعه. ان مرحله الشفاء الكامل ديت ما ينفعش تبقى من ناحيه واحده صح، لا هي بالادويه بس ولا هي بالجراحه بس. احنا بنكمل بعض وبنساعد بعض عشان في الاخر العيان يخرج من الدايره دي زي دايره السكر ومشاكله ومضاعفاته على العمر الطويل. صح. فدي فريق متكامل، نيوتريشن وتغذيه وطبيب سكر وجراح،
كل دول بيتكاتفوا علشان يخرجوا العيان من الدايره ديت وانه يبدا حياه جديده خالص. بتشيل من عليه عبء كتير جدا. ويمكن انا طبعاً. هاكد على حضرتك معلومه حضرتك قلتها، هو حس ان هو خف شكات، مش الشكات بس، ده حتى يعني نقدر نقول، حتى بنقولها كان احد المرضى قالها لي، عبء حتى فكره ان هو عنده زي ميزانيه للادويه ده حقيقي. دي بتتشال من عليه. ده ودي حقيقي. يمكن كلمه سمعتها فعلا من احد الناس اللي وبنسمعها عمل جداً. العمليات الجراحيه. جداً. صح، بشكرك جدا يا دكتور جداً. محمد، كده بقول لك ان أنا في ميزانيه اتشالت. ايوه عنده رجع حاجه بند شهري ايوه بيطلعوا بالظبط للعلاج، كده، بالظبط كده. فبيبقى خلصنا القصه دي.